السلام عليكم. رضا عبد العال يفقد عقله على المباشر بعد اكتساح الأهلي للقطن الكاميروني، ويسخر من الزمالك وبيراميدز بسبب الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد فوز الأهلي على القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا ليرفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات، فقد صرح رضا عبد العال بعد هذه المباراة وقال: الأهلي أخذ النهاردة القطن الكاميروني غسيل ومكوى، والله الشوط الأول كان يطلع أقل حاجة 6-0، بس لعبة الأهلي دايما بيضيعوا الفرص ومش عارف ليه. المفروض الفرقة الصغيرة اللي زي القطن الكاميروني الأهلي يدوس عليها، عشان بعد كده ممكن يحتاج الأهداف في التأهل إلى دور ال16. بس أنا متأكد إن كولر غسل لعبة الأهلي بعد التعادل مع الداخلية وصن داونز، وشكله هيعمل مذبحة في النادي الأهلي، واللي مش هيأدي برجولة في أرضية الملعب الراجل هيقول له بالسلامة نشوف غيرك. وشفنا اللاعب الجزائري كندوسي ابتدى الماتش النهاردة وجاب جول، وبصراحة اللاعب دوت هيبقى لاعب ممتاز، لاعب بيعرف يقف على الكورة وبيعرف يبني الهجمة كويس، وهيفيد الأهلي كتير الفترة اللي جاية. بس أنا عايز أقول للإعلاميين اللي متخوفين قوي ومتحملين على الأهلي إن هو مش هيتأهل لدور ال16، أحب أقول لكم الأهلي هيصعد إن شاء الله، ومش فارقة معاه يصعد أول أو يصعد تاني، بس الأهلي لما بيصعد هيوصل للنهائي وممكن ياخد البطولة، عشان أنا مش شايف في إفريقيا السنة دي فرق كبيرة غير صن داونز والنادي الأهلي. وطبعا الزمالك باي باي من زمان، وحصالة المجموعة كالعادة مفيش جديد، وبتهيألي بيراميدز هيحصله هو كمان. مفيش كبير في إفريقيا غير النادي الأهلي من مصر، ومفيش حد تاني، ومش عايزين نضحك على بعض. وفي النهاية لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.